مش مهم نحقق حلمنا امتى، المهم ان احنا نفضل وراه ونحققه. انا بحب المطبخ من وانا صغيره، وبحب قوي ان انا اعمل اكلات وتعجب الناس. اكتر حاجه بتشجعني اخش المطبخ كلمه تسلم ايدك، والاكل يخلص كده من حلاوته، فبتشجع ان انا اخش تاني وتالت ورابع المطبخ. دخلت تجاره انجليش، ما دخلتش السياحه وفنادق للاسف. وانا في الجامعه اصحابي اقترحوا عليا اعمل لهم جروب على الفيسبوك انزل لهم فيه طرق الاكلات بتاعتي، وفعلا عملت الجروب ده، وكان برايفت، كان بيني وبين اصحابي بس شويه، وخلينا الجروب بقى بابليك. وبعدين انا ما ركزتش بقى في الجروب قوي، انا اتلخمت في الجواز والولاده والاطفال. وبعدين في ايام الكورونا اخواتي اقترحوا عليا يعملوا تشانل على اليوتيوب، وكانت بدائيه اكتر من الجروب بتاع الفيسبوك. كان التصوير وحش قوي بصراحه. وبعدين بدا يظبط شويه بشويه، واتعلمت ازاي اصور، والولاد بداوا يكبروا شويه، فبدات ان انا يبقى في سهوله ان انا اعرف اصور شويه. وبعدين عرفت بقى موضوع دبلومه كولينارت. فرحت قوي لان انا كان نفسي اخش قوي سياحه وفنادق، وكان نفسي ادرس حاجه ليها علاقه بالطبخ. قدمت فيها ونجحت الحمد لله واتقبلت. عايزه اقول لكم هي كانت صعبه شويه، عشان طبعا الولاد والدروس بتاعتهم وتمارينهم واكلهم وشربهم مع المذاكره كانت حاجه صعبه، وكان طبعا لازم احضر في الاكاديميه. بس كانت حاجه ممتعه جدا، وكنت فرحانه ان انا بعمل حاجه بحبها. والحمد لله نجحت فيها، ونجحت بتفوق، جبت 98% وطلعت الاولى. دي حاجه فرحتني جدا جدا، وادتني ثقه جامده قوي في نفسي. بس وان شاء الله الفتره الجايه هنزل لكم كل اللي انا اتعلمته في الاكاديميه في فيديوهات. اعملوا بقى لايك وفولو للبيج بتاعتي عشان تتابعوني، هنزل لكم كل الحاجات اللي انا اتعلمتها عشان افيدكم زي ما انا استفدت بجد. يعني حاجه فرحتني، والاكاديميه كانت جميله جدا، وكانوا بيشرحوا لنا كل حاجه بضمير وبحب. يعني عايزه اشكرهم كلهم بجد، واصحابي اللي كانوا هناك بجد بقوا عشره عمري. انا بحبهم قوي، وبحبكم كلكم. ان شاء الله استنوني الفتره الجايه بمعلومات جديده.